مباراة الأهلي وسيمبا في الدوري الأفريقي بعنوان هنتنفخ من صن داونز 5 تاني. بيبتدي اللقاء في أول ربع ساعة من الماتش بباص غلط كتير من النادي الأهلي، وتحس إن مفيش عدم تركيز. بعد أول ربع ساعة بيبتدي فيها النادي الأهلي يهدد سيمبا عن طريق خطأ من حارس مرمى، يعني يا ريتها من هجمة. يعني أول كرة جت لكهربا بتيجي بغلط، وطبعا كهربا ما استغلهاش، وبعدها ربيعه جات له كوره على خط ال6 ياردة وقام مضيعها، وتو شبهها قام حاططها في السماء، وابتدت هجمات وفرص النادي الاهلي تكتر، وهدف ملغي في الدقيقه 25. وسيمبا بيحاول طبعا يطبق الضغط العالي في الشوط الاولاني على المدافعين الاهلي بحيث ان هو يغلطهم او ياخد واحده. وبعد كده بيرسي تاو بيضيع تاني كرة كمان، وبعد كده كرة محققة يجي القفشة بدل ما يشوطها في الجون قام عاملها عرضية قامت ضايعة، ويستمر مسلسل الفرص الضايعة، وبعدها بيشوط قفشة كرة كمان فبعدها تيجي فوق العارضة، وهكذا وهكذا وهكذا، كور 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 عمالة تضيع. ويخلص الشوط الأول بعنوان بسيط: استحواذ وسيطرة وفرص مهدرة. طيب نلوم المدرب على الكور الكتير اللي عمالة تضيع ولا الحاجات اللي عمالة تروح دي؟ والله انا شايف ان الكور سهله واللاعيبه بتوصل ومتحفظين وفي خد وهات وفي اسلوب. يعني النادي الاهلي واقف صح، يعني ده مش شغل مدرب، بس في استعجال وعدم تركيز ورعونه من اللعيبه. اللعيبه دي لو ركزت شويه بس هنشوف اجوان. اما النهارده كان الشوط الاولاني على الاقل على الاقل يخلص 5، وبيبتدي الشوط الثاني وبيستمر المسلسل الهندي في اهدار الفرص، ومرسي كاو بيضيع هديه عرضيه من الشحات وبكوره ملهاش لازمه كانت ممكن تدخل فينا باستهتار من عبد المنعم. كان هم يقدروا يجيبوا فينا الجون الاولاني ونفضل حاطين ايدينا على قلبنا من اول الماتش. وكهربا بيجيب جون تاني اوف سايد بعد ما جاب جون اولاني برضه اوف سايد، تحس ان هو هيعمل هاتريك اوف سايد. وهما بيروحوا بواحده بيجيبوا جون بغلط كده، اي عرضيه واي هبل برعونه من عندنا تقوم خبطه في ظهر واحد وتقوم داخله جون. طب ده اقول عليه ايه ده؟ ولا في شرع مين ده؟ وبعد الجون اللي دخل فينا سيمبا بيعمل تعديلات، ولسه كولر بيفكر يعمل تبديلات، يقوم كهربا جايب جون. بس المره دي بقى مش اوف سايد، يعني المره دي خلاص يا باشا جاب لنا الجون خلاص بعد ما كان قلبنا بيقع، بعرضيه من معلول ولا احلى ولا اجمل بصراحه، بيديها له اللي هو يا عم رجعنا في اللقاء قبل ما الدنيا تقفل. وبعد كده الاهلي بيرجع يهدي الريتم وما بيعملش تبديلات، تحس ان كولر ولاعيبه الاهلي مبسوطين من النتيجه دي. ويرجع ينزل تبديل في الدقيقة 86، ينزل مودست مكان كهربا، ويستمر الاستهبال ويخلونا نفضل خايفين من غلطة تانية تخلوهم ياخدوا الماتش اللي المفروض نكون احنا خلصناه من ماتش الذهاب اساسا. احنا لو فضلنا بنفس الاسلوب ده وبنفس الاستهبال ده قصاد سان داونز اوعدك بخماسية تاني ويمكن ازيد. انت النهاردة عندك اخطاء في الدفاع واضحة قصاد فريق اقل منك بكتير. لما انت بقى كمان تلعب سان داونز اللي ما بيهزرش، اللي بيعرف يوصل للجون، اللي بيعرف يعمل جمل وكور حلوه، يا ترى هيعمل معاك ايه؟ انت لو ما فوقتش قبل الماتش بتاع سان داونز وعملت له حساب وذاكرته هتاخد لك 5 بفضيحه تاني. انت لو خدت لك 5 المره دي يبقى انت كده بره البطوله، انت مش لسه في دور المجموعات، يعني ممكن مستواك يعلى فتقدر تنافس وانك تاخد البطوله. لا، انت لو خدت لك 5 المره دي فانت طلعت، انت سافرت يا باشا خلاص، طلعت بفضيحه وطلع متعلم عليك بخماسيه. فلازم نفوق كده والكور الكتير اللي بتجيلنا دي نخلصها، مش هينفع الاستهبال ده. كهربا بيضيع كور عجيبه ومرسي بيضيع كور عجيبه ومش عارف في ايه وما ايه ما مستنيين ايه احنا ولا في ايه؟ ما ازاي يعني اصلا الماتش ده نطلعوا تعادل؟ ازاي الماتش ده؟ احنا الحمد لله بقى ان هي عدت، نبقى مضيعين 100 كوره وفي الاخر نطلع متعادلين ويبقى هم اللي كمان جايبين الجون الاولاني. افرض قفلت علينا وكهربا ما جابش جون هنعمل ايه؟ كنا خلاص كده شكرا طلعنا على ايد سيمبا كده تمام يعني. والغريبه ان مارسيل كولر النهارده ما بيبدلش، تفهمش عايز يريح اللعيبه ولا مستهتر بالماتش ولا في ايه؟ طب افرض الناس دي كانت جابت جون تاني ولا خلاص كان جابوا الجون واحنا ما رجعناش في اللقاء، انت المفروض الماتش ده كان يخلص اصلا الشوط الاولاني، الماتش ده يخلص من بدري. انت لما هتقابل سان داونز انت محتاج الفرصه بجون، لما هنقابل سان داونز ان شاء الله لازم تكون الفرصه بجون، لانك انت لو ما ظبطتش فرصك وما حطيتش الكور اللي هتجيلك جون هم هيروحوا لك وهيحطوا جوان، ما تفكرش، هم هيروحوا لك والكره اللي هتجيلهم هيحطوها جون. انت ما بتقابلش سيمبا اللي الكره هتخبط في ظهره قفا واحد وتغير اتجاهها وتخش، لا يا باشا دول هتغير اتجاهها وهتخش وهم لوحدهم هيخشوا يدخلوه، مش محتاجين غلطات اصلا.
فيا ريت نفوق كده ونشوف بقى عندنا المشاكل فين ونصحصح كده. كولر صحصح كده، عشان احنا الماتش اللي جاي ماتش رخم. الماتش اللي جاي ماتش رخم، ربنا يعيننا. وان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي فيما هو قادم.